بلدنا أمانة في إيدينا. كويس يعني برحبوا بينا وكويسين الحمد لله تمام، معانا المعاملة ممتازة. واحنا مطمنين بلدنا أمانة في إيدينا، نعليها مدام عايشين، نعيش فيها سنين وسنين واحنا مطمنين. أنا من سنة 90 هنا في البحرين، يناير 90 في البحرين، يعني داخل على 30 سنة. أنا جيت الأول واتزوجت وبعد كده جت زوجتي وعيالي بنت جت في 98 وبنت ولد جه في 97 والحمد لله عايشين في البحرين. يعني شعب فلكسبل، شعب حلو. يعني أنا حسيت في البحرين إن أنا مش أجنبي، يعني أنا حسيت إن أنا ابن البلد وهم بيعاملوني على أساس إن أنا بقيت ابن البلد. يعني أصدقاء في كل حتة سواء مع الأهل أو أصدقاء شخص ليا، ما بنحسش بأي حاجة خالص، يعني مفيش فرق. واللي بيعرفنا بينبسط أكتر عشان احنا مصريين. يعني عشت حياة زي ما كنت عايش في مصر، يعني هي دي حياتي. أنا جيت هنا البحرين قاطع نص تذكرة، ما كانش في على أيام دلوقتي أو دلوقتي فيش حاجة اسمها نص تذكرة. أنا قطعت نص تذكرة، كان سني أقل من 26 سنة. لما جيت البحرين كان سني أقل من 26 سنة. هي كتير بيقولوا لي ليه ما حاولتش. انا اولادي لو تشوفهم استحاله تفرقهم ان هم مصريين. يعني في الجامعه ممكن بعد سنتين لما يعرفوا ان هم مش بحرينيين من اللهجه بتاعتهم. بس انا خلاص يعني هم اتعودوا على كده، اصدقائي اتعودوا ان انا دي لهجتي. احنا لو ما حبيناش البحرين مش هنقعدوا فيها، يعني العمر ده كله عمرنا كله قضيناه في البحرين. والله المعاملة الطيبة في أي مكان مع أي حد هي اللي بتدوم، وهي يعني الحمد لله. يعني الواحد سمعتنا الحمد لله يعني. والبحرين صعبة شوية يعني. والله بالبحرين صعب. يعني أنا من يوم ما جيت وأنا بتكلم عادي بطبيعتي. أنا من أول 93 يعني 24 أو 25 سنة تقريبا. لا طبعا البحرين بلد حلوة وتعايشنا معاهم مع السنين، والأولاد كلهم في المدارس، وعندي بنت في الجامعة وبتدرس الحين طب دلوقتي، وولد في ثانية ثانوي، وبنت في ثانية إعدادي، وولد في الابتدائي. فالحمد لله متعايشين ومبسوطين والحياة يعني حلوة وجميلة، وما فيش فرق بين مصر وبين البحرين. قبل زبونة بره لقيتها بتقول لي عايزة 2 جبوت، فأنا ما أعرفش إيه جبوت. قلت لها قالت لي في جبوت، فأنا ما أعرفش من غير ما أعرف. قلت لها أوفر عشان أنا إيه. فدخلت أنا قلت لهم إيه الجبوت ده؟ قالوا لي ده كده. قلت لهم خلاص اعملوا 2 كده.